بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلس علمي في كتاب مقدمة في علوم القرآن. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله تذكرة للمؤمنين في كل زمان ومكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي بركاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه مقدمة مختصرة في علوم القرآن الكريم، كتبتها للمبتدئين واقتصرت فيها على أهم مسائل علوم القرآن وأصول التفسير، وبسطت بعض المسائل التي تحتاج إلى بسط وتحرير، واجتهدت في تسهيلها مستفيدا مما تيسر من كتب المتقدمين والمتأخرين، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين والله الموفق. التمهيد: علوم القرآن هي المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه، أي ترتيب سوره، وجمعه وكتابته وقراءاته ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وإعجازه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. والقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره. ما هو الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله بلفظه وتحدى به العرب، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو ب10 سور مثله أو بسورة من مثله. كان الكفار يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، فقال الله لهم: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. إذا كان محمد كما يزعمون افترى القرآن فليفتروا مثله، يفتروا ويكذبوا 10 سور مثله، هم عرب ويستطيعون أن يتكلموا بهذه الحروف العربية، فعجزوا عن ذلك. فالقرآن فيه تحدي للعرب أن يأتوا بمثله، فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز. إذن هذا أول فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله بلفظه وتحدى به العرب، أما الحديث القدسي لم يقع به التحدي، لذلك يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، بخلاف القرآن الكريم لا بد أن يؤتى به بلفظه. الفرق الثاني بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى، أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله ولفظه قد يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، ولذا تجوز روايته بالمعنى. 3: أن القرآن متعبد بتلاوته، وتتعين القراءة به في الصلاة، وله فضل خاص لمن قرأ حرفا منه أو حفظ آية منه. والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ويثيب الله على قراءته ثوابا عاما لا خاصا. ما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ 1: الحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب تبارك وتعالى، فيقول فيه: قال الله تعالى كذا، فيما لم يكن من القرآن. فالحديث القدسي ليس من القرآن، فالنبي يقول قال الله كذا وهو من غير القرآن. أما الحديث النبوي فلا يذكر فيه ذلك اللفظ. الحديث النبوي مباشرة، لا يقول النبي قال الله كذا. 2: الحديث النبوي يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا الحديث النبوي، أقوال النبي، أفعال النبي، ما أقره النبي، يرى شيئا فيقره، يسمع شيئا فيقره، هذا كله حديث نبوي. أو صفة خلقية، يوصف النبي أنه كان أبيض مثلا، أو صفة خلقية يوصف أنه كان أحسن الناس خلقا، هذا كله حديث
نبوي. أما الحديث القدسي فهو ما يقول النبي، قال الله تعالى مثلا إني حرمت الظلم على نفسي وإلى آخره. الوحي، قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ذكرت هذه الآية 3 أنواع للوحي، وهي: النوع الأول أن يلقي كلامه على النبي بكيفية غير معتادة فيعيه، يعني النبي يفهم ما أوحى الله إليه، هذا وحي يأتي بسرعة إلى قلبه فيفهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحى الله إليه. النوع الثاني أن يكلمه مباشرة، أن الله يكلم النبي مباشرة من وراء حجاب، فلا يرى النبي ربه لكن يسمع كلامه، وقد وقع هذا لموسى عليه الصلاة والسلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج حين أوحى الله إليه بالصلوات الخمس وكلمه الله عز وجل، فسمع النبي كلام الله في ليلة المعراج. النوع الثالث من أنواع الوحي أن يرسل رسولا من الملائكة، وغالبا يكون المرسل جبريل عليه السلام، فيسمع النبي صوته ولا يره. هذا من أنواع الوحي، أن يسمع النبي صوت جبريل وهو يوحي إليه ولا يره. وأحيانا يتمثل بصورة إنسان، كان أحيانا يأتي جبريل بصورة إنسان، إما بصورة دحية الكلبي أو بصورة غيره، كما في حديث عمر حين جاء جبريل بصورة رجل فسأل النبي عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا كله من الوحي. والوحي من أمور الغيب التي يختص الله بها النبي المرسل، وقد ورد في السنة ما يدل على كيفية الوحي والحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تلقيه له. ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، هذا أخو عمرو بن هشام أخو أبي جهل، أو الحارث أسلم رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، فكان الوحي شديد في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نزول القرآن، أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وكان ذلك في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم استمر القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا لمدة 23 سنة، وآخر سورة نزلت سورة النصر، آخر سورة من السور القصيرة. أما آخر سورة من السور الطويلة فسورة التوبة. وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل غير ذلك. وأغلب السور القصيرة كانت تنزل دفعة واحدة، وأغلب السور الطويلة كانت تنزل مفرقة على 10 آيات أو أكثر أو أقل. وبعض السور الطويلة نزلت كاملة دفعة واحدة مثل سورة الأنعام والكهف. وبعض السور الطويلة كانت تنزل في مدة طويلة مثل سورة البقرة، ذكروا أنها استمر نزولها أثناء العهد المدني كاملة، فأول ما أنزل الله بعد الهجرة سورة البقرة، لكن لم تنزل دفعة واحدة، كانت تنزل بحسب الوقائع والأسئلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض ونحو ذلك. وكذلك حين حصل إحصار الحجاج في صلح الحديبية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزلت تلك الآيات إلى أن نزل آخرها في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته نزلت آيات تحريم الربا، وفي آخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فاستمر نزول سورة البقرة 10 سنوات. سبحان الله.
نعم، لكن كانت تنزل شيئا بعد شيء، لكن في آخر عهد النبي كان قد نزل أكثرها، لكن بقي بعض الآيات نزلت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد نزول القرآن مفرقة ما يأتي: 1. تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. 2. مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة، إذ كان الوحي ينزل بشأنها إما قرآن وإما غير ذلك. تلك الحوادث والمسائل هي أسباب النزول التي صارت علما مهما لمن أراد أن يفسر القرآن. 3. من فوائد نزول القرآن مفرقة: التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود، فالشريعة لم تنزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ينزل منها الشيء بعد الشيء من تفاصيل الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. وأنزل الله في حجة الوداع قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حفظ الله لكتابه الكريم: القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتحريف، قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأخبرنا الله أنه سيحفظ القرآن من التحريف والزيادة والنقصان، فوقع كما أخبر، فما قدر أحد أن يحرف شيئا من القرآن الكريم إلى هذا الزمان، لا آية من آياته ولا كلمة من كلماته ولا حتى حركة من حركات إعرابه، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم شيئا بعد شيء لمدة 23 عاما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ما يسمعه من الملك الكريم جبريل عليه السلام ولا ينساه، ثم يقرأه على أصحابه ويأمرهم بكتابته، ويحفظه غيبا كثير منهم، ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلوات الجهرية يومية، ويعلم أصحابه آياته، ويعلم من حفظ منهم غيرهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الصحابة فكتبوا القرآن الكريم في مصحف واحد، وكان حفاظه حينئذ كثيرين ويحفظونه بإتقان، ويستطيع كثير منهم أن يمليه من أوله إلى آخره غيبا، ولكنهم لشدة تحريهم اجتهدوا ألا يكتبوا شيئا من القرآن إلا من تلك المكتوبات التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فجمعوا القرآن الكريم كاملا كما أنزله الله، واجتهدوا في تعليمه للتابعين كما كان يعلمهم رسول الله، وتناقله المسلمون بالقراءة في الصلوات والتعليم في الحلقات والكتابة في الصفحات جيلا بعد جيل إلى أن وصل إلينا بلا زيادة ولا نقصان، والحمد لله رب العالمين. وسبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل بأي صورة ولو طويلة يحفظها مباشرة: سنقرئك فلا تنسى، فيحفظها ويعلمها أصحابه ويكتبونها فيما تيسر لديهم من وسائل الكتابة، ويستمر على ذلك الحفظ، يقرأها في صلواته السرية والجهرية وفي خلواته ومع المسلمين طوال الفترة المكية. ثم بعد أن هاجر كان يقرأ نفس تلك الصور، وبعضها صور طويلة مثل سورة الأعراف المكية، سورة الأنعام مكية، كان يقرأها في المدينة كما كان يقرأها في مكة بلا زيادة ولا نقصان، وكان يعلم أصحابه الذين هاجروا إلى المدينة وكما كان يعلم أصحابه الذين كانوا في مكة بلا زيادة ولا نقصان، فهذه معجزة عظيمة، وهو لا يقرأ ولا يكتب. نزول القرآن على 7 أحرف: روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، يعني انصرف من صلاته، ثم لببته بردائه، ظن أنه يحرف القرآن لأنه سمعه يقرأ بحروف غير ما كان يقرأ بها عمر، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ، فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. ما تيسر كاف شاف.
وروى البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وهذه الأحرف نزلت من عند الله، والقراءة بأي حرف من الأحرف ال7 تعتبر قرآنا، وبأيها قرأ القارئ فهو مصيب. والاختلافات الواردة في القراءات ال10 المشهورة أنواع كثيرة، منها على سبيل المثال الإظهار والإدغام، نحو قد سمع وقد سمع. قد سمع هذه قراءة الإظهار كما يقرأ حفص عن عاصم، وقراءة أخرى قد سمع. 2 من الاختلافات الواردة في القراءات، وهي اختلافات تنوع، كلها مشروعة وكلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مما أنزله الله على رسوله. النوع الثاني من أنواع الاختلافات الواردة في القراءات الفتح والإمالة، نحو والضحى بفتح الألف وبإمالة الألف إلى الياء والضحى. وهذه لغة كثير من العرب، وإلى يومنا هذا كثير من الناس يتكلمون بالإمالة. مثلا أهل صنعاء يقول الواحد منهم يحيى، لا يقول يحيى، يقول يحيى. وبعضهم يقول الدنيا، لا يقول الدنيا، الدنيا. نعم، بل بعضهم يقول أني، أني، لا يقول أنا. هذا من لغات العرب، فالقرآن جاء بالتيسير على العرب، وجاء بمثل هذه الوجوه في القراءة التي يتكلم بها بعض العرب. 3 القصر والمد، نحو والذين يؤمنون بما أنزل إليك بالمد وترك المد بما أنزل إليك. كذلك طبعا هذا بعض القراء يقرأ بالتوسط 4 حركات ليس عنده قصر، وبعض القراء عنده قصر حركتين، وبعضهم عنده القصر حركتين أو 4. هذا من الخلافات التي هي جائزة في القراءة. ويوجد أيضا ورش يمد مد البدل 4 حركات أو 6، مثل الآخرة، الآخرة، آمن. هذه كلها من الخلافات الواردة في القراءة، وكلها كما سمعتم خلاف تنوع مشروع. أيضا التسهيل والتحقيق، نحو أعجمي بالتسهيل وأعجمي بتحقيق الهمزتين. والتحقيق والإبدال، نحو يؤمنون بالهمز ويؤمنون. الإبدال بين الحروف، نحو الصراط والصراط، الصاد والسين. وأيضا يوجد الزراط، تشمل الصاد حرف الزاي. الزيادة والنقصان، نحو أوصى وصى، تجري من تحتها تجري تحتها. هذه من القراءات. أيضا اختلاف الإعراب، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، يكون تقديم الفاعل أو تأخيره على المفعول. أيضا الخطاب والغيبة، نحو يعلمون تعلمون. أيضا التذكير والتأنيث، نحو كان سيئه كان سيئة، كالذي استهوته كالذي استهواه. 11 تغيير الكلمة ومعناها، نحو تبلو تتلو، هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس. بضانين بالضاء وبضانين بالضاد. يكذبون يكذبون. هذا كله من خلاف القراء، خلاف تنوع. وهذه الاختلافات كلها من كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي زيادة تفصيل في معنى الأحرف إن شاء الله. القراء 10 المشهورون هم: 1 نافع بن عبد الرحمن المدني إمام دار الهجرة. 2 ابن كثير عبد الله بن كثير المكي إمام القراء بمكة. 3 عاصم بن أبي النجود الكوفي. 4 أبو عمرو بن العلاء البصري. 5 ابن عامر الدمشقي. 6 حمزة الزيات الكوفي. 7 الكسائي علي بن حمزة الكوفي. 8 أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. 9 يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، هو من البصرة وينسب إلى الحضرميين، مولى الحضرميين، إمام أهل البصرة.
10 خلف بن هشام البزار، هذا مقرئ ومحدث، هو من شيوخ الإمام مسلم في صحيحه، كان من المحدثين وأيضا هو من القراء المشهورين. هؤلاء هم القراء 10 المشهورون، وكان يوجد غيرهم من القراء من شيوخهم ومن زملائهم، لكن هؤلاء أشهر القراء، واختار القراء المتأخرون هؤلاء 10 وضبطوا اختياراتهم، وجعلوا لكل قارئ منهم راويين ضبطوا روايتهما عن هذا القارئ أحد القراء 10 لتسهيل ضبط القراءات على طلاب العلم. الآن ندخل في أهم مبحث في هذا الكتاب، وهو صفة جمع مصحف عثمان. الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس في عهده على مصحف واحد، وكان قد جمعه قبل ذلك أبو بكر الصديق. أول من جمع القرآن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، جمعه. فما هو الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنه؟ العلماء يذكرون أن جمع القرآن مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد النبي كان يجمع القرآن بكتابته فيما تيسر من وسائل في ذلك الزمان، كان يكتب إما في جلود أو في عسيب النخل أو في العظام التي تكون واسعة تصلح للكتابة، فكان أي شيء ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن يأمر بكتابته، يحفظونه في صدورهم ويكتبونه. هذا الجمع الأول الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أول من جمع القرآن في صحف هو أبو بكر الصديق. أمر زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أشهر كتاب الوحي، أن يجمع القرآن من تلك القطع التي كانت تكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في جلود، كانت في عسيب النخل، كانت في عظام، فجمعها وكتبها في صحف، فما من سورة إلا وكتبها في تلك الصحف. هذا هو الجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه أخذ تلك الصحف وأمر زيد بن ثابت وغيره من علماء الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وغيره، أمرهم أن يأخذوا تلك الصحف ويكتبوا مصحف، يكتبوها في مصحف ليس في صحف، كانت في عهد أبي بكر في صحف متفرقة، فجمعت في مصحف واحد، وأمرهم أن يكتبوها بالرسم الذي يسمى الآن الرسم العثماني. فكان إذا توجد كلمة يمكن أن يكتبوها بما تحتمل القراءتين كتبوها بما يحتمل القراءتين، مثل مالك يوم الدين لم يكتبوها بالألف، كتبوها ما ميم ولام وكاف حتى تحتمل قراءة مالك وملك. هذا هو الرسم العثماني. مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتوجد قراءة أخرى فتثبتوا، فكتبوها بدون نقط فتحتمل قراءة فتبينوا فتثبتوا، وهما قراءتان صحيحتان. كتب ذلك المصحف في يعني بهذا الرسم، فإذا جاءت آية تحتمل أو كلمة تحتمل كتابتها حرفين أو أكثر من ذلك كتبت بهذه الطريقة. وإن لم يمكن أن تكتب إلا بأحد الأحرف التي أنزلها الله على رسوله، لا يمكن أن تكتب برسم يحتمل الحرفين، أمرهم أن يختاروا أحد الوجهين، إما هذا الوجه أو هذا الوجه. فإن كانت قريش تتكلم بإحدى الكلمتين دون الأخرى، كانوا يختاروا ما تتكلم به قريش. وإن لم تكن قريش تختص بالكلام بإحدى تلك الكلمتين، كانوا يختارون إحدى الكلمتين حتى يجمع الناس على مصحف واحد ويرفع الخلاف الذي وقع بين التابعين. فمثلا كان في عهد النبي يقرؤون الحي القيوم والحي القيام،
وهذان حرفان أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بعض الصحابة القيوم وبعضهم القيام. فعثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف في عهده اختاروا القيوم. مثلا كان تقرأ آية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وأيضا فاسعوا إلى ذكر الله. هذان حرفان أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في عهد النبي يقرأ بهذا وهذا، فلم يمكن أن تكتب فامضوا أو فاسعوا بطريقة تقرأ بها الحرفين، إما أن يختار هذا أو هذا، فاختار عثمان فاسعوا خلاص، وأطبق المسلمون على هذا، لأن النبي قال أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا بهذا أو بهذا، كله من عند الله. نعم. أما إذا أمكن أن يكتب الكلمة بما يحتمل الحرفين فكان يكتبها بما يحتمل الحرفين، وسيأتي زيادة بيان لهذا. الخليفة الراشد عثمان جمع الناس في عهده على مصحف واحد، فهل أمر برسم كلمات القرآن على ما تيسر من الأحرف 7 أم اختار حرفا واحدا وترك الباقي؟ الظاهر من الأدلة الصحيحة وتنوع القراءات الثابتة أنه أمر برسم كلمات القرآن على ما أمكن من الأحرف 7 المنزلة، فإن لم يمكن رسم الكلمة إلا برسم واحد اختار أحد الحروف المنزلة، وإن كان أحدها بلغة قريش قدمه على غيره. فعثمان اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، وهو حديث صحيح يدل على أن أي حرف يقتصر عليه المسلمون في قراءة القرآن أو في رسم المصحف فهو كاف شاف. فمثال ما أمكن رسمه على أكثر من حرف رسم قوله تعالى ملك يوم الدين هكذا بغير ألف، وتقرأ بالحرفين ملك أو مالك، وهما قراءتان متواترتان. ورسم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هكذا بلا نقط، فتصح أن تقرأ بالحرفين فتبينوا أو فتثبتوا، وهما قراءتان متواترتان. ورسم قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا هكذا كتبوها عند بدون نقط وبدون ألف، كتبوها بما يحتمل الحرفين، فتصح أن تقرأ عباد أو عند، وهما قراءتان متواترتان. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، كلاهما قراءتان متواترتان. ومثال ما لم يمكن رسمه إلا برسم واحد فاختار عثمان أحد الحروف المنزلة رسم قوله تعالى القيوم هكذا، وقد كانت في حرف القيام، وجاء في بعض أحاديث النبي في أدعيته أنه دعا الله بأسمائه وقال القيام، فكان في عهد النبي يقولون القيام والقيوم، لكن لا يمكن أن تكتب هذه الكلمة إلا بأحد الوجهين، فكتبت في الرسم العثماني القيوم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يقرأ به في خلافته كما في تفسير ابن جرير، كان عمر لما يقرأ في الصلوات ويقرأ هذه الآية القيوم كان يقرأ القيام. نعم. فاختار عثمان أحد الحرفين وهو الأول، ولو اختار الثاني لجاز ذلك، ولكنه ألزم المسلمين أن يقرأوا بالرسم الذي اختاره لهم من الأحرف 7 حتى يسد باب الخلاف بينهم. ورسم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هكذا، وقد ثبت أن عمر كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله كما في تفسير ابن جرير، وهي قراءة سمعها عمر من النبي عليه الصلاة والسلام. روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عمر قال لقد توفى الله عمر وما يقرأ هذه الآية التي ذكر الله فيها الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله. فهما قراءتان مسموعتان من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن لم يمكن عثمان أن يرسم إلا إحدى القراءتين، إما فاسعوا أو فامضوا، فاختار الأولى. ورسم قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هكذا. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء رضي الله عنهما كانا يقرآنها والذكر والأنثى، كانوا يقرآنها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى،
كانت نزلت هكذا بحرف، ونزلت بحرف آخر وما خلق الذكر والأنثى، فلم يمكن عثمان أن يكتب هذه الآية برسم يحتمل الحرفين، إما يختار هذا أو هذا، فاختار الذي نقرأ به الآن وفيه زيادة: وما خلق الذكر والأنثى، وهي قراءة سمعاها، كان بعض الصحابة يقرأ والذكر والأنثى مثل ابن مسعود وابن الدرداء، وهي قراءة سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمكن عثمان إلا أن يختار إحدى القراءتين، لأنه لا يمكن رسم الحرفين في نفس الوقت، فاختار القراءة الأولى. ومثال ما كان أحد الأحرف بلغة قريش فقدمه على غيره قوله تعالى: التابوت، فإن لغة أهل المدينة التابوه بالهاء يعني الصندوق، ولغة قريش التابوت بالتاء. وفي الحديث الصحيح أن هذا أول حرف اختلف فيه الذين كانوا يكتبون المصحف بأمر عثمان على رسم واحد، فرفعوا هذا الخلاف إليه حين كانوا ينسخون المصحف من الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر، لم يختلفوا في الجزء الأول ولا الجزء الثاني في شيء، كانوا يرسمونه بما يحتمل الحرفين، إلى أن وصلوا إلى آخر الجزء الثاني فأشكل عليهم التابوت، هل يكتبه بلغة قريش أو بلغة الأنصار، فرفعوا الأمر إلى عثمان فأمرهم فقال: اكتبوه على لغة قريش التابوت، وكله من عند الله. قال ابن جرير: اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ، كقولك هلم وتعال، باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام، وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف. وقال ابن جرير: الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت، إما بعتق أو إطعام أو كسوة، فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله. فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، كما جاء في الحديث: اقرأوا بما تيسر منه، وفي الحديث الآخر: كلها شاف كاف. فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، يعني بعض الكلمات رأى عثمان أنه يختار هذا الحرف ولا يختار الحرف الآخر حتى يرفع الخلاف الذي كان يقع بين التابعين، مثل فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله، كان بعضهم يختصمون، هذا يقول أنت حرفت وهذا يقول أنا قراءتي صحيحة، فعثمان رضي الله عنه أمر بكتابة هذه الآية بحرف واحد يرفع الخلاف، ثم نسخت مصاحف من ذلك المصحف الذي بالرسم العثماني، وأمر بحرق ما عداه من المصاحف أو الصحف الأخرى حتى يجمع الأمة على رسم واحد. قال: وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، مع سماع أصحاب رسول الله من رسول الله النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد، وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة. لكن التحقيق أن عثمان لم يترك الأحرف الستة حين اختار حرف، بل إذا أمكنه أن يرسم الحرف إذا أمكنه أن يرسم الكلمة بما أمكن من أحرف فقد فعل ذلك. نعم، مثل كما سمعتم فتبينوا فتثبتوا، هذه رسمها بما يحتمل الحرفين ولم يترك الحرف الآخر إذا أمكن أن يرسم الكلمة به.
لكن إذا لم يمكنه إلا أن يرسم الكلمة بحرف واحد ففعل ذلك، مثل القيوم والقيام، اختار القيوم وأمر بترك قراءة القيام. قال: فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها، طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها. يعني اختفت معرفة تلك الأحرف، يعني غالبها خلاص اختفى، لكن لا زال يوجد بعضها في بعض الروايات كما سمعتم: فاسعوا فامضوا القيوم القيام، موجود في بعض كتب الحديث ذكر بعضها. قال: وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها، فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. ظاهر كلام ابن جرير أنه يرى أن عثمان اختار القراءة بحرف واحد، حرف واحد فقط، وترك القراءة بالأحرف الستة، لكن الأظهر أنه اختار حرف واحد وما أمكن من الأحرف الأخرى، فكان يرسم الكلمة بما يمكن من الأحرف الأخرى، وإن لم يمكن فقد اختار حرفا واحدا كما قال ابن جرير. قال ابن جرير: فإن قال بعض من ضعفت معرفته وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها، قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، يعني لما علمهم النبي الحرفين أو الثلاثة الأحرف التي نزل بها القرآن، لأن ليس كل كلمة 7 أحرف، يعني عدة أحرف، فلم يأمرهم أن يقرأوا بهذا وهذا وهذا، يقرأوا بما تيسر، مثل القيوم والقيام. النبي علم بعض الصحابة الحي القيام وبعضهم الحي القيوم، لم يلزمهم أن يقرأ بهذا أو بهذا، يقرأوا ما تيسر. هذا معنى كلام ابن جرير. قال: وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا، إذ كان الذي فعلوا من ذلك، يعني الذي فعله عثمان من رسم المصحف بهذه الطريقة التي جمعت شمل المسلمين ورفعت الخلاف الذي كان يقع بين بعض التابعين، قال: كان هو النظر للإسلام وأهله، فكان القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك. يعني لو أنه ترك الأمر على الخلاف الذي كان يقع ويكفر بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا لكان في ذلك مفسدة عظيمة، واحد يكون في مصحفه القيام، وواحد في مصحفه القيوم، واحد في مصحفه والذكر والأنثى، وواحد في مصحفه وما خلق الذكر والأنثى، فكان سيكون مفاسد عظيمة. فعثمان رضي الله عنه من أعظم مناقبه أنه جمع الأمة على هذا الرسم الذي يعني أثنى عليه الصحابة بفعله، وتتابع المسلمون على ما فعله من هذا الأمر الذي هو من أعظم مناقبه رضي الله عنه. الفرق بين جمع أبي بكر الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما: جمع أبي بكر الصديق يختلف عن جمع عثمان في الباعث والكيفية، فالباعث لدى أبي بكر رضي الله عنه لجمع القرآن خشية ذهابه بذهاب حملته حين استحر القتل بالقراء في حروب الردة. في حروب الردة استشهد كثير من حفاظ القرآن، فخشي أبو بكر أن يذهب شيء من القرآن، أن تضيع بعض صور القرآن أو بعض آيات من القرآن
لأن كثير من حفظته استشهدوا، فأمر أن يكتب كل ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع في صحف وليس في مصحف، في صحف لم تكن مرتبة الصور، لكن كل ما أنزل على النبي أمر بكتابته، وكان ذلك في صحف. والباعث لدى عثمان رضي الله عنه كثرة الاختلاف في وجوه القراءة، حيث كان بعض التابعين الذين لم يشاهدوا التنزيل يخطئ بعضهم بعضا، وربما اقتتل بعضهم مع بعض، بل بعضهم غلا وكان يكفر بعضا حين يراه يقرأ آية على غير ما يقرأها. وجمع أبي بكر الصديق للقرآن هو الأصل، كما قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، هو أول من جمع ما بين اللوحين، يعني أول من جمع القرآن وما ترك منه شاذة ولا فاذة إلا وكتبها وجمعها في صحف هو أبو بكر رضي الله عنه. وقد كان جمعا لما كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب في مصحف واحد، الصواب في صحف وليس في مصحف، يصلح في صحف مرتبة الآيات، ولم يكن في مصحف، ولم يكن أيضا مرتب الصور، لأنه كان في صحف كما سيأتي في الحديث المذكور في قصة جمع عثمان رضي الله عنه ونقله المصحف من صحف أبي بكر. قال: مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، أما ما نسخ لفظه فلم تكتب تلك الآيات، ما نسخ، لأنه كانت توجد آيات نسخ لفظها ورفع لفظها، كما قال الله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تلك الآية المنسوخة لم تكتب إلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ به ونسخ حكمها وبقي لفظها فقد أبقاها. هذا في جمع أبي بكر رضي الله عنه. وجمع عثمان للقرآن كان نسخا، يعني نقلا، نقل للمصحف الذي جمعه، الصواب للصحف، نقلا للصحف الذي جمعها أبو بكر، مع توحيد رسم المصحف. هذا الذي تميز به فعل عثمان، أنه وحد رسم المصحف، وأمر المسلمين أن ينسخوا مصاحفهم من هذا المصحف الذي اعتمده، ويحرقوا ما دونه من صحف أو من مصاحف أخرى. فعثمان لم يسقط آية واحدة مما جمعه أبو بكر، لم يسقط ولا آية واحدة، ولم يغير حرفا واحدا مما كان في الصحف التي جمع أبو بكر، الصواب في الصحف. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، لم يغير شيء ولم ينقص شيء، وإنما وحد المسلمين على رسم واحد. والدليل على أن جمع عثمان مجرد نسخ، يعني مجرد نقل، ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. انظروا، أرسلي إلينا بالصحف، الصحف هذه التي كتبت في عهد أبي بكر، وبعد أن مات أبو بكر كانت عند عمر، وبعد أن استشهد عمر كانت عند حفصة بنت عمر. وحين تولى عثمان الخلافة وأمر بتوحيد المسلمين على رسم واحد، أمر حفصة أن تأتي بتلك الصحف وليس المصحف، بتلك الصحف، من أجل أن ينسخ منها المصاحف. فنسخ أولا مصحف واحد، ثم نسخ من هذا المصحف الذي بالرسم العثماني عدة مصاحف، قيل أنها 5، وأرسلها إلى الأمصار المشهورة التي كان المسلمون فيها كثيرين، الكوفة والبصرة ودمشق، ومصحف لأهل المدينة ومصحف لأهل مكة. ثم المسلمون نسخوا مصاحفهم من تلك المصاحف 5 بالرسم العثماني، وأمرهم أن يحرقوا ما عداها من صحف أو من مصاحف
مما كان يكتب فيه بعض الأحرف التي أنزلت، لكن عثمان اختار إحدى الأحرف، فإذا كان تلك الحرف لم يختاره عثمان فقد أمر بحرقه لمصلحة الأمة كما سمعتم، حتى يجمعهم على أمر واحد. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ما تيسر منه، يعني لم يلزمنا أن نقرأ بجميع الأحرف التي أنزلت، وإنما نقرأ ما تيسر منها، وقال: كلها شاف كاف. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، نرد الصحف. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، تأملوا، نسخوا الصحف التي كانت في عهد أبي بكر، الذي كتبت وجمعت في عهد أبي بكر، هي صحف ليست مصحف. بعد أن مات أبو بكر انتقلت إلى عمر، وبعد أن مات عمر كانت عند حفصة. هذه الصحف فيها جميع القرآن، كل ما أنزله الله على رسوله مما ليس منسوخا كانت في تلك الصحف. فأمر عثمان أن تنقل تلك الصحف إلى مصحف بطريقة رسم موحدة كما سمعتم. قال: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا لفظه في صحيح البخاري بهذه الحروف. وبهذا البيان المختصر يعلم أن صفة جمع مصحف عثمان رضي الله عنه هو رسم كلمات القرآن على ما أمكن من الأحرف السبعة المنزلة، فإن لم يمكن رسم الكلمة إلا برسم واحد اختار أحد الحروف المنزلة، وإن كان أحدها بلغة قريش قدمه على غيره، ثم نسخ عدة مصاحف بالرسم الذي اعتمده، ولذا يسمى الرسم العثماني. وأمر من كان عنده مصحف أن يحرقه، وأرسل عدة مصاحف من تلك النسخة إلى الأمصار. وبعض المصاحف التي كتبها عثمان، هي 5 مصاحف، جعل في بعضها بعض الأحرف، مثلا قوله سبحانه في سورة التوبة: تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة أكثر القراء. المصحف الذي أرسله إلى أهل مكة جعل فيه تجري من تحتها الأنهار، في آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هكذا قراءة أكثر القراء. وقراءة ابن كثير المكي: تجري من تحتها الأنهار. فالمصحف الذي أرسله إلى أهل مكة كتب فيه هذا الحرف، وهو من الأحرف التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القراءة. نعم. وبهذا العمل العظيم اجتمعت الأمة على رسم عثمان، وسلم المسلمون من التفرق والاختلاف في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكما سمعتم كان هذا من أعظم مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقره على ذلك من جاء بعده من الخلفاء والملوك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أقروه على هذا العمل العظيم. مبحث آخر: معرفة القرآن المكي والمدني. ما نزل من السور والآيات القرآنية قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وطريقة معرفة المكي والمدني من السور والآيات هي النقل عن الصحابة الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم. وقد استنبط العلماء عددا من الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني، ومنها: 1. في الغالب كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا أنزلت بالمدينة، وما كان فيها يا أيها الناس أنزلت بمكة. هذا من الضوابط الأغلبية. 2. في الغالب كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون الماضية فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن، يعني الأحكام، أحكام
مثلا أوقات الصلوات، أحكام الحج، أحكام الجهاد، هذه نزلت بالمدينة. 3 كل سورة ورد في أولها أحرف تهج فهي مكية، إلا سورة البقرة وآل عمران والرعد فهي مكية. أي سورة فيها حروف مقطعة، حاميم، قاف، صاد، نون، هذه كلها مكية، ألف لام ميم، إلا البقرة وآل عمران والرعد أوله حروف مقطعة وهي مكية، وهي مدنية. سورة البقرة وآل عمران فقط والرعد هذه مدنية، وإن كان في أوائلها حروف مقطعة. 4 كل سورة ورد فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم يرد هذا اللفظ إلا في النصف الثاني من سور القرآن. أي سورة فيها كلا فهي مكية. 5 كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. إذن أي سورة ذكر فيها النفاق فهي مدنية، إلا سورة العنكبوت فهي مكية، ومع ذلك ذكر فيها المنافقون، ذكر الله فيها المنافقين. 6 كل سورة فيها سجدة فهي مكية. أي سورة فيها سجدة، سجدة تلاوة، فهي مكية. 7 كل سورة نزل فيها جدال لأهل الكتاب وذكر لأحوالهم ومخازيهم فهي مدنية، لأن النبي لما هاجر إلى المدينة كان فيها وحولها اليهود، فجاءت آيات في جدال أهل الكتاب. أسباب النزول: سبب النزول يعين على معرفة المراد وتعيينه، إذ قد ترد عليه احتمالات صحيحة من حيث هي، لكن سبب النزول يحدد أحد هذه المعاني ويكون هو المراد دون غيره. فأسباب النزول أمرها مهم جدا في معرفة معاني الآيات. قال العلامة ابن دقيق العيد، واسمه محمد بن علي القشيري المصري رحمه الله، قال: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. الأخ الذي فاتح المايك يغلقه بارك الله فيه. وأكثر السور والآيات نزلت ابتداء من غير سبب خاص. إذن أكثر السور نزلت من غير سبب نزول، نزلت ابتداء، مثل سورة الفاتحة مثلا. وبعضها لها سبب نزول، مثل سورة المسد، نزلت في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذه السورة لها سبب نزول، وأكثر السور كما سمعتم نزلت ابتداء من غير سبب نزول. ومثل آية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. كان العرب يحجون إلى الكعبة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بقايا دين إبراهيم الذي ورثوا عليه آباءهم، لكن كان عندهم بدع. ومن بدع أهل الجاهلية من أهل المدينة قبل الإسلام أنه من حج منهم كان إذا رجع إلى بيته لا يدخل من الباب، وإنما يدخل من ظهر البيت، إما أن يصعد بسلام ويدخل من يعني باب في السطح، أو أن يثقب ثقبا في نافذة أو نحو ذلك. أهم شيء أنه لا يدخل من الباب، ويرون أن هذا من تمام الحج.
فأنزل الله هذه الآية: فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، لأنه خالف العادة الجارية عندهم أنه لا بد أن يدخل بيته من ظهر المنزل وليس من باب المنزل. فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لن نعرف معنى هذه الآية إلا إذا عرفنا سبب نزولها، وإلا لن نفهم معناها. وهنا قاعدة مهمة، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا روى مسلم في صحيحه أن أواخر سورة العلق: أرأيت الذي ينهى إلى قول كلا لا تطعه واسجد واقترب، نزلت في نهي أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وهي عامة في كل ناه عن الخير أن ينزجر، وفي كل منهي عن الخير أن يستمر، ولا يطيع من ينهاه عن عبادة الله. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال آخر: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية لمسلم: فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، أن من عمل سيئة ثم عمل حسنة فالله يذهب السيئات بالحسنات. وينبغي التنبه إلى وجوب التحقق من صحة السبب، فقد وردت روايات كثيرة في أسباب النزول لكنها لا تصح سندا، وقد جمع ما صح منها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه القيم الصحيح المسند من أسباب النزول، لكنه لم يذكر كثيرا من الروايات المشهورة التي في أسانيدها ضعف، مع أن كثرة طرقها وتعدد مخارجها يدل على أن لها أصلا. من أحسن كتب أسباب النزول كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب، وهو موسوعة علمية للشيخين سليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر، مطبوع في 3 مجلدات، وهو ضمن المكتبة الشاملة. هذا أوسع كتاب في أسباب النزول، ذكر الصحيح والضعيف ومع بيان حال كل أثر مما ذكر. الشيخ مقبل، الأخ يسأل: الشيخ مقبل من مشايخي ودرست عنده، لكن ليست لي إجازة منه، لم يكن يحرص الشيخ مقبل على إعطاء طلابه إجازات، لكن بعض طلابه المختصين به أخذوا منه إجازة. بارك الله فيكم. آخر مبحث ونقف حتى لا نشق عليكم، آخر مبحث نأخذه أسماء الصور. نعم. الكتاب الاستيعاب في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب، آخر مبحث إن شاء الله ونقف عليه. أسماء الصور. تسمية الصور كانت مع بدايات النزول، والمقصود من التسمية تمييز الصورة عن غيرها، وبعض الصور ثبت اسمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، ثبت عن النبي: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة آل عمران. في غزوة حنين أمر النبي العباس أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة. نعم، كما في بعض الروايات. قال: وبعضها عن الصحابة، بعض الصور ثبت تسميتها عن الصحابة أو من بعدهم، وبعض الصور لها أكثر من اسم، مثل سورة الإسراء تسمى أيضا سورة بني إسرائيل. وهي إما أن تكون مما ثبت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ثم يشتهر عند المتأخرين اسم آخر، مثل سورة بني إسرائيل وهي الإسراء، وسورة القتال وهي سورة محمد، وسورة بني النضير وهي سورة الحشر، وسورة التوبة وهي سورة براءة، وتسمى أيضا سورة العذاب والفاضحة وغير ذلك. ترتيب الصور: لم يقع خلاف بين الأمة في أن ترتيب الآيات كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات بلا خلاف أنه توقيفي، إذ كان يقرأ على الصحابة ليل نهار، ولم يسمع من أحدهم أنه خالف في ترتيب آية من الآيات. أما مسألة ترتيب الصور فقد وقع فيها خلاف، هل كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم
أم باجتهاد من الصحابة؟ والراجح والله أعلم القول الأول، لأنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف، ولأن تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني والمفصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده وصححه الألباني وحسن الأرناؤوط عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فأما السبع فهي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، لأنهم كانوا يعدون الأنفال والتوبة سورة واحدة. وقيل السابعة التوبة وحدها، وقيل السابعة سورة يونس. وأما المئون أو المؤون فهي الصور التي تلي المثاني، وهي التي يزيد عدد آياتها عن 100 أو تقاربها. وأما المثاني، إذن المئون من سورة يونس، المئون من سورة يونس تزيد عدد آياتها على 100 أو تقاربها، هذه المئين. وأما المثاني فهي التي تلي المئين. قال الفراء: المثاني هي الصور التي آيها أقل من 100 آية، لأنها تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون. بعض العلماء قال المئون من سورة يونس إلى سورة القصص، إلى سورة القصص، هذه المئون. والمثاني من سورة العنكبوت، ألف لام ميم حسب الناس، من سورة العنكبوت إلى سورة الحجرات، هذه المثاني. وأما المفصل فهو لفظ يطلق على السور بدءا من سورة قاف، بعضهم قالوا من المفصل من سورة قاف، وبعضهم قالوا من سورة الحجرات التي قبل قاف، إلى آخر المصحف. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. والمفصل 3 أقسام: طوال وأوساط وقصار. المشهور أن طواله من سورة قاف إلى سورة عمّ، وأوساطه من عمّ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، والله أعلم. يقال طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. عدد سور القرآن وآياته وحروفه وأجزائه: عدد سور القرآن 114، وعدد آياته 6236 آية، وعدد كلماته 77,000 كلمة و439 كلمة، وعدد حروفه 320,000. وقيل غير ذلك لاختلاف العادين، فبعضهم يعد الحرف المشدد حرفين، وبعضهم يعد حرف المد، وبعضهم لا يعده، فاختلف العد، وليس في هذا كبير فائدة. وعدد أجزاء القرآن 30 جزءا، وهذه الأجزاء لم يجزئها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وقيل إنها عملت في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي تسهيلا لمن أراد حفظ القرآن، وعلامات لمن يقرأ القرآن، والأمر سهل. لكن هذه الأجزاء تتضمن أحيانا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، كقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا رأس جزء من الأجزاء، مع أنه هذه الآية تتصل في الإعراب وفي المعنى بالآية التي قبلها، فليس مكانا مناسبا للوقوف. نعم. وكذلك مثال آخر قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، في سورة الأحزاب، وأمثال ذلك. وهذه الأجزاء كما سمعتم هي من اجتهادات بعض العلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الكتاب في مجلس قادم بإذن الله، يكون موعدنا السبت القادم إذا يسر الله ذلك. وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم.